السلام عليكم، معاكم عمر الشناوي في تاني فيديو من سلسلة فيديوهات تعلم افتر افكتس. المرة اللي فاتت عرفنا ازاي نعمل كونتراستر، وعرفنا ازاي نعزل الابر ارش عن اللور ارش. المرة دي ان شاء الله هنتعلم اساسيات التحريك، او هنعمل حركة بسيطة خالص زي اللي في الفيديو ده. تاني، ده جه من فوق وده جه من تحت، وفي تكست كلمة اتكتبت وحصل لها انيميشن. هنتعلم ازاي نعمل الموضوع ده. طبعا نظرة عامة عن الفيديو كده، الفيديو ده اصلا معمول ازاي؟ ان ده كانت صورة لوحدها، كانت فيها ابر ولور ارش، واحنا عزلنا الابر ارش، ودي كانت نفس الكلام، كانت صورة لوحدها وعزلنا فيها الابر ارش وحركنا الاتنين. نبدأ بقى نجيب الصورتين، ندخلهم البرنامج ونسحبهم في البوكس ده. هنا بيقول لك الديوريشن بتاعت الفيديو عايزها قد ايه. طبعا هو هنا عمل لك دقيقة، يعني عادي ممكن تدوس اوكي، لان انت ممكن في نص الشغل تقلل وتزود براحتك، فندوس اوكي. ماشي، ده البوكس اللي فيه اللايرز، اللي فيه الشغل كله. نظام اللايرز ماشي ازاي في البرنامج؟ ان اللاير اللي فوق هي اللي بتبقى مغطية على كل اللي تحت. يعني دي هي اللي ظاهرة لان هي اللي مغطية. لو انا جبت اللاير اللي تحت دي طلعتها فوق، هي اللي هتظهر، هي اللي هتظهر اهو. لو انا جبت مثلا كلام، كتبت كلام اهو، الكلام ظاهر ليه؟ لان هو ظاهر في لاير فوق. لو انا مسكت اللاير بتاعت الكلام دي نزلتها تحت، الكلام هيختفي. تمام، نبدأ نشتغل بقى. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هنبدأ نحدد اللاير عشان نعزل، نحدد اللاير ونجيب البين تول ونبدأ نرسم. تمام، عزلنا أول صورة. طبعا هي مش ظاهرة ليه؟ لأن اللاير اللي تحت ظاهرة يعني، فأنا خفيت دي أهو. عزلنا أول صورة، هنجيب الصورة التانية. ازاي نظهر الصورة التانية بس من البوكس ده؟ البوينت دي، البوينت دي لو دوست عليها كده هيظهر الصورة دي بس. لو جيت كده وعملنا دي هيظهر الصورة دي بس. عشان ما اتلخبطش اهو، اروح جاي اعمل على اللاير اللي انا هشتغل عليها، حددها واجيب البين تول ونبدأ نرسم. تمام، عزلنا الصورتين طبعا هم ظاهرين فوق بعض اهو، هننزل كده. طيب هنبدأ بقى نحرك. طبعا انا عايز الصورة دي نعمل لها كده، نلفها تبقى وشها لفوق كده. نعملها ازاي؟ هلاقي جنب كل لاير في سهم. السهم ده لو دوست عليه ودوست على ترانسفورم، في كل حاجة او في كل الافكتس اللي انا ينفع اغيرها في اللاير دي. فانا دلوقتي عايز اعمل لها روتيشن، فاهو في روتيشن اهو. اروح جاي عامل كده، الفها. تمام، اللاير اختفت عادي جدا، نطلعها. طيب وانا بطلعها حسيت ان هي مش طالعه مظبوطه. ازاي اطلعها تبقى مظبوطه بالظبط؟ ادوس على شيفت وانا بحرك، ادوس على شيفت اروح جاي طالع كده. انا عايزها تبقى هنا مثلا اهو. تمام، كده انا خلاص جهزت الصورتين للتحريك. ازاي بقى ابدا احرك؟ جنب برضو اللي احنا كنا فيها، اللي احنا هنستخدمه طبعا النهارده في الكلام ده، البوزيشن، اللي هو يعني نحرك البوزيشن بتاع الصوره. جنب كل افكت في حاجه عامله زي الساعه، هي دي المسؤوله عن التحريك. الساعه دي بتعمل حاجه اسمها كي فريم، بتعمل نقطه. طبعا الحركه باختصار ان هو من نقطه لنقطه، يعني النقطه كان في مكان، النقطه اللي بعدها كان في مكان تاني، فحصل حركه. فانا دلوقتي لو انا واقف كده اهو، جبت البوزيشن عملت نقطه. انا واقف، ده التايم لاين، يعني ده الزمن اهو، كام ثانيه، 15 ثانيه، 30 ثانيه، 45 ثانيه، وهكذا. فانا واقف عند صفر، عملت نقطه. جيت بعدها بثانيه او ثانيتين مثلا، رحت ماسك دي ورحت زقيقها كده. بص هيحصل ايه اهو، كان في اول نقطه كان هنا، تاني نقطه راح هناك. ده باختصار اللي بنعمله. طبعا ده بيكبر بيزوم يعني تايم لاين. تمام، انا دلوقتي بقى خلاص عرفنا بيتحرك ازاي. انا دلوقتي بقى عايز الفيديو اصلا يبدأ يكون الصورتين دول مش ظاهرين، يعني دي تبقى فوق ودي تبقى فوق. نعملها ازاي؟ هدوس نقطة، كي فريم. عند النقطة دي انا اصلا عايز الصورة تبقى مش موجودة، يعني هدوس كده على الصورة واروح جاي ادوس شيفت عشان تبقى بالظبط، وانزل كده اهو. كده انا خفيت الصورة. وهاجي كمان ثانية او ثانيتين، يا اما احرك على طول الصورة هيعمل كي فريم، هيعمل كي فريم لوحده اهو. يا اما ان انا
اهو نرجع كنترول زد لو عايز ارجع خطوه لورا. انا خلاص عملت اول نقطه هنا، اجي مثلا كمان ثانيه اروح جاي مطلع الصوره دي لفوق كده، ادوس على شيفت عشان تبقى بالظبط واطلع الصوره لفوق. ادي عملت حركه. نيجي نبص اهو عملنا انيميشن. نفس الكلام في التاني، دي سهله بقى خلاص. هنيجي على السهم ترانسفورم، هنيجي على بوزيشن هنعمل نقطه، بس انا النقطه دي أنا مش عايز الصوره تكون هنا، انا في النقطه دي انا عايز الصوره تكون فوق. هنيجي كمان ثانيه او ثانيتين ونروح جاي منزلين الصوره كده. عملنا احلى انيميشن اهو. تمام كده. ازاي نعمل تكست اهو؟ دي نعمل في اي مكان فاضي نكتب مثلا دكتور عمر. طيب اهو اللاير بتاع التكست اهي، عايزين نبدأ نحركها وهنشدها كده. نكبرها ازاي؟ نفس الكلام، هندوس على السهم ترانسفورم، هلاقي في سكيل ده اللي بيكبر اهو، هنكبرها كده ونخليها مثلا هنا. طيب انا عايز الدكتور عمر دي لما الفيديو هو شغال اهو نزل، انا عايز بقى يبدأ يظهر من هنا، فانا هدوس بوزيشن. النقطة دي هو كان هنا، ممكن احرك دي مثلا تبقى هنا كده. طيب قبلها بقى كان فين؟ كان فوق، فاروح جاي ماسك كده، اروح جاي سوري، واروح جاي شادد كده اهو. عملنا احلى انيميشن. طبعا هو ليه هو ظاهر كده، او ليه يعني بيبدأ مش مختفي؟ عشان هو فوق، فعادي جدا اهو هنزله تحت. هنزله تحت فمش هيبقى ظاهر اهو. طبعا في اول الفيديو ليه ظاهر؟ لان اللاير، اوريكم حاجه. بص انا عشان اظهر الكي فريم او الانيميشن اللي انا عملته في اللاير دي ادوس على يو، هيظهر لي كل الحركات اللي انا عملتها، او انا عملت بوزيشن. نفس الكلام هدوس على يو، نفس الكلام على يو. انا هنا كلمه عمر دي هي ظاهره هنا، انا عايزها تظهر من اول ما حصل لها حركه. يعني ده كله انا مش عايزه يبقى ظاهر، فهو ليه بقى اللاير دي تبقى موجوده؟ فهو كده هو مش ظاهر خلاص، اللاير دي كده مش مقصوصه. فاجي اعمل كده اهو، عملنا احلى انيميشن. بس عشان برضو وقت الفيديو، اتمنى يكون فيديو مفيد، ونشوفكم على فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.